إبراهيم دياز يحصل على جواز سفر مغربي بعد اقتناعه بمشروع رياضي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يمتد إلى سنة 2030. عناوين كبرى وبارزة خصصتها الصحف الإسبانية المتخصصة في الرياضة مثل AS وماركا حول نجم ريال مدريد الإسباني المغربي إبراهيم دياز وقرب حسم اختياره المغرب الذي سيحمل ألوانه خلال الأيام القليلة المقبلة. وإن كانت صحيفة AS عنونت مقالها بأن إسبانيا ما زالت تريد إبراهيم دياز، فإن صحيفة ماركا المدريدية عنونت مقالها بكلمات فيها دلالة أن الإسبان فقدوا نصف الأمل في الحصول على نجم ريال مدريد، حينما كتبت بأن اللاعب وضع في لائحة استدعاء منتخب لاروخا ومنتخب أسود الأطلس الذي وصفته بالمنتخب الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022. وعلى الرغم من أن AS وماركا لم تحسم في اختيار إبراهيم دياز اللاعب للمنتخب المغربي أو المنتخب الإسباني، غير أن الواقع تؤكد أن إبراهيم دياز أنهى إجراءات حصوله على بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربية خلال 10 أيام الماضية وفق المعطيات حصلت عليها الصحيفة. مصادر متطابقة قريبة من الملف أكدت للموقع أن الجامعة عملت مع والد إبراهيم دياز ووكيل أعماله على إتمام إجراءات الحصول على جواز سفر المغربية الذي يخول لمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي وضعه في لائحة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمعسكر القادم، حيث سيجري المنتخب المغربي مباراتين وديتين شهر مارس المقبل بملعب أضرار بأكادير أمام كل من أنغولا وموريتانيا. غير أن جميع هذه المعطيات تبقى راهنة بقرار اللاعب نفسه مع كل الضغوط التي قد يتعرض لها خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا من فريقه الإسباني ريال مدريد الذي يمنحه مساحة كبيرة للتألق، وسيكون حاسما في قرار اللاعب وتحديد ألوان المنتخب الذي سيحمل إبراهيم دياز ألوانه في المستقبل. ما رأيكم في هذا؟ نشكركم على حسن المتابعة.